الطائفة العلوية أو الدرزية أو الحرمانية أو الصابئة أو المندائية، هؤلاء الذين هم في سوريا، بلدي سوريا التي عشت فيها 17 عاما في زملكة في دمشق، هؤلاء هم المقصودون بفتواي التي إن شاء الله عز وجل سوف أصدرها قريبا، والتي تتعلق في ملك اليمين. فالهدف من ملك اليمين إنما هو حفظ الأعراض. فالمرأة التي تدخل في حكم ملك اليمين تكون في أمن وأمان عند هذا الذي يتولى أمرها ممن قد قام بأسرها من كتائب الجيش السوري الحر. كيف نتعامل مع المرأة التي تعرضت للأسر من قبل الجيش السوري الحر أو من قبل المجاهدين؟ فهناك في الإسلام ضابط شرعي عندما تقع حرب بين المسلمين وبين أعدائهم. فهؤلاء الذين يقاتلون في الشام هم من الطائفة العلوية، هؤلاء عندما يأسرهم الجيش السوري الحر ستنطبق عليهم أحكام شرعية. من ضمن هذه الأحكام الشرعية في هؤلاء الأسارة ما يسمى ملك اليمين. إذن هذه تحتاج إلى أحكام شرعية. هذه الأحكام الشرعية الإسلام وضحها وبينها بما يحفظ للمرأة السورية حقوقها.